السلام عليكم كل حبايبي ومتابعين قناتكم قناة ليلي. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة القرص بتاعة الأفران. مش محتاجين ولا لبن ولا بيض ولا سمنة. كل الكمية دي بصوا عملتها بكيلو دقيق بس ونص كوباية زيت وسهلة جدا وغير مكلفة. يلا بينا بقى نشوف عملناها ازاي، وهفتحها لكم برضو من جوه تشوفوا من جوه عاملة ازاي. بصوا الجمال. يلا اشتركوا بقى في القناة وفعلوا الجرس وتعالوا نشوف الطريقة عملناها مع بعض ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، المكونات مفيش اسهل من كده وموجودة في كل بيت عندنا. احتجت بس كيس اللبن دوت، وكيس بيكنج باودر، وكيس الخميرة الفورية، وطبعا ما استخدمتهمش برضو كلهم، وكيلو دقيق، ونص كوباية زيت. هو ده كل اللي احنا محتاجينه. وبصوا الطريقة بقى. اول حاجة هحط معلقة خميرة كبيرة، ماشي، وهحط نص معلقة بيكنج باودر، نص بس، ماشي. اما اللبن البودر بقى هحط 4 معالق من اللبن البودر. كل حبايبي بقى اللي لسه بيتفرجوا معايا دلوقتي، عاوزاكم تعملوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله، وتصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام كده. وبعد كده هحط سكر، 4 معالق برضو كبيرة سكر، واقلبهم مع بعض كده علشان اخلط المكونات دي كلها مع بعض كويس. وبعد كده اخر حاجة بقى هحط نص معلقة صغيرة من الملح اهي، وهقلبهم برضو مع بعض علشان كل دوت يبقى مع بعض. واخر حاجة بقى هحطها نص كوباية الزيت. بصوا قلبتها تقليبة كده، وبعد كده هعملها بايديا بقى ايه، اخلط الزيت مع الدقيق بايديا كده زي ما بيقولوا، مثلا افركه كده مع بعضيه. لازم اعمل كده قبل ما ابتدي اعجنها واحط المية عليه، اهو ادوب كل الزيت مع الدقيق بتاعي كويس جدا اهو كده خلصت. وبعد كده جبت المية، محتاجت كوبايتين مية، حطيتهم هما الاول الكوبايتين المية، وهبدأ اعجن الاول، وبعد كده اشوفها هي محتاجة ولا لا. ما تزوديش تاني الا لما تشوفي العجينة محتاجة مية تاني ولا لا. وبعد كده فضلت اعجن فيها. لازم تعجنيها كويس، العجينة دي بتحب تبقى ناعمة، هتحتاج منك عجن كويس. وهنا احتاجت مني بس نص كوباية مية تاني، يبقى انا هنا احتاجت كوبايتين ونص مية بس. لقيتها محتاجة النص كوباية دي فانا حطيتها وعجنتها كويس. بصوا محتاجة تعجنيها فترة كويسة كده علشان تبقى ناعمة وتبقى بالشكل ده. والمية زي ما قلتلك واحدة واحدة في الكوباية الأخيرة دي، يبقى هي احتاجت كوبايتين ونص بس مية. هسيبها بقى ترتاح 10 دقايق بس، ما تزوديش عليها، وهغطيها واسيبها ترتاح زي ما قلتلكم. وهنا بعد ما ارتاحت هنجيب العجينة بتاعتنا كده ونكورها على حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا شايفة ان الحجم ده مناسب جدا جدا. هبدأ اكورها بالشكل ده وهخلص كل الكمية واقولك هنعمل ايه تاني. علشان تاخدوا بقى نتيجة ناجحة جدا امشوا على نفس الخطوات اللي بقولكم عليها دي، وان شاء الله هتلاقوها احلى قرص جميلة معاكم. واكتبوا لي في الكومنتات. هنا بصوا خلصت الكمية كلها، وهغطيها برضو عشان ايه ما تنشفش. وهبدأ اشتغل فيها برضو على طول، يعني 5 دقايق ما تسيبهاش برضو. هبدأ كده امسك كل قرص افردها واحطها في السجون اللي انا هخبز فيها على طول. افرديها بالشكل ده كده، ما تكونش برضو سميكة ولا رفيعة اوي. يعني انتي شايفة الشكل اللي انا عاملاه ده، اعملي زيه بالظبط. هبدأ كده افردها كلها واحطها فين في الصاج اللي انت هتخبزي فيه على طول، علشان تبدأ تخمر فيه وما تشيلهاش تاني تبوظي ايه الخمران بتاعها. وابدأ ارصها كده وهخلص بقى الكمية دي كلها واقول لكم عملنا ايه تاني. بصوا بقى اهي عملت كل الكمية دي، عملت معايا اهوت 3 سجون، وبقى دول حطيتهم برضو كده. هو الاحسن انك تعملي في اللي انت هتخبزي فيه على طول،
هسيبها بقى تخمر. بصوا خمرت خدت من نص ساعة لساعة الا ربع، ما كترتش عن كده. هي لما تخمر اهي، بصوا هتلاقوها كده رفعت، اوريكم. هتلاقوها رفعت بالشكل ده كده اهي، كده تبقى ايه، خمرت معايا. هي الوقت اللي خدته معايا ساعة الا ربع، ما تزوديش عن كده. يبقى هي هتاخد معاكي من نص ساعة لساعة الا ربع تخمر. ممكن تخمر معاكي في اقل من كده. بعد كده هنبدأ نخبزها بقى. قبل ما نخبزها طبعا اللبن اتبقى معايا منه في الكيس، فجبت حبة ودوبتهم كده وحطيتهم على وش ايه القرص بتاعتي، علشان تخلي الوش بتاعها احمر وجميل كده. ونبدأ نخبزها بقى في الفرن. هخبزها واوريها لكم. بصوا بعد ما طلعت، بصوا كل الكمية دي من كيلو الدقيق. وطبعا النتيجة بتاعتها مضمونة جدا جدا. امشي زي الخطوات اللي لك عليها. بصوا من جوه جميلة وهشة وطرية من جوه وجميلة. وعملت معايا كل الكمية دي بكيلو دقيق بس. اشتركي بقى في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد مني. وشكرا ليكم، السلام عليكم.